بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنحل معاكم اهم مسائل الداله التربيعيه وبكل المسائل المهمه اللي فيها وكل التريكات اللي بتحصل فيها. وان شاء الله النهارده في خطوتين اتنين بس اخليك واعلمك تحل اي مساله رسومات في الداله التربيعيه. يلا بينا ركز معايا يلا. السؤال الاول في الشكل المقابل يمثل الداله د حيث د س 4 ناقص 2 س. يقول لك بقى ايه؟ اوجد احداث كل من النقطتين الف وباء. هو هنا طالب منك انك تجيب احداث النقطتين الف وباء. طيب، رقم واحد في اي رسمه هيديها لك انا عايزك تاخد بالك من حاجتين. الحاجه الاولى تشوف الداله اللي اديها لك سواء خط او منحنى قطعت فين محور السينات وقطعت فين محور الصادات. يبقى لو كانت داله واحده عايزك تركز هي قطعت فين محور السينات وقطعت فين محور الصادات. طيب بدايه كده كلنا عارفين او خدها معلومه مني كده ان لو الداله قطعت محور السينات الصادات بصفر، يبقى النقطه هنا هتساوي الخط بتاعك قطع محور السينات يبقى الصادات بصفر، يبقى مشي مسافه الف. المسافه دي كده هي الف، فنقول له الف وكام وصفر. طب وقطع عند نقطه باء في نقطه كام باء، يبقى خلاص يبقى مشي مسافه صفر وباء. يبقى انا كده معايا نقطتين بيقعوا على الخط بتاعي، واي نقطه تقع على الخط بتحقق الداله اللي بيديها لك اللي هي دي. يبقى ناخد النقطة الأولى اللي هي ألف وصفر، أقول له ألف وصفر تحقق الدالة. وما دام تحقق الدالة يبقى إذا السين قيمتها ألف والصاد قيمتها صفر، فراح أعوض في الدالة. الدال سين هي الصاد، يبقى أقول له أربعة ناقص اتنين في ألف هتساوي صفر لأن الصاد بصفر. يبقى أربعة ناقص اتنين ألف تساوي صفر، يبقى الاتنين ألف تساوي أربعة. يبقى قيمة الألف قيمتها هنا بكام يا شباب؟ قيمتها نقسم على الاتنين يبقى ألف بتساوي اتنين. يبقى أنا كده قدرت أجيب قيمة الألف اللي هو عايزها، يبقى ألف كده بتساوي اتنين. طيب هو عايز النقطة يبقى اتنين وكام وصفر. طيب أنا عايز أجيب الباء بالمثل، أقول له برضو كده نقطة باء صفر وباء تحقق الدالة. طب ما الدالة هو قال لك إن الدالة د س تساوي أربعة ناقص اتنين س. شيل الصاد وحط قيمتها وشيل السين وحط قيمتها. طيب أربعة ناقص اتنين في كام بقى؟ السين معاك بكام؟ السين بصفر والصاد هي اللي بباقي المرة دي. يبقى اتنين في صفر بصفر، يبقى الباء قيمتها بتساوي كام؟ بتساوي أربعة. يبقى نقطة باء هتساوي صفر وأربعة. يبقى أنا كده عرفت إن المسافة دي بتساوي أربعة وحدات والمسافة دي وحدتين. طلب منك مساحة المثلث، فأقول له مساحة المثلث تساوي نص في طول القاعدة في الارتفاع. طيب نص في طول القاعدة عندك هي المسافة بتاعت القاعدة اللي هي اتنين. طيب والارتفاع اللي هي كام؟ الأربعة، يبقى نص راح مع الاتنين يبقى فضل لك واحدة، أربع وحدات مربعة. يبقى أنا كده يا شباب قدرت من الرسمة اللي هو مديها لي قدرت أجيب نقطة ألف وصفر ونقطة صفر وباء، وجبت المطلوب الأول وبعدين جبت مساحة المثلث. نشوف السؤال التاني. السؤال التاني برضه سؤال مهم جدا. يقول لك دال تمثل بيانيا بالمستقيم باء ألف. عندي دالة باء ألف دي دالة ثابتة